النهاردة هنتكلم عن نبوءة نفرتي، هنعرف نصها وحكايتها. خليك معايا عشان تعرف كل حاجة عن أحد أهم نصوص الأدب المصري القديم. في سنة من السنين، في يوم من الأيام بقى من السنة دي، وبالظبط في عصر الدولة القديمة، فترة حكم الملك سنفرو، وبعد الانتهاء من اجتماعه مع الحاشية بتاعته هم خلاص ماشيين، أمر بإحضارهم مرة تانية. خلاص روح يا خد يا خلاص روح. فهم قالوا أكيد في أمر مهم، ولكن تقريبا كده كان زهقان. وبعد ما انحنوا له وقالوا يحيى سالما معافيا، وخلي بالك الجمله دي هتسمعها كتير قوي. ولما عرفوا ان الملك زهقان رشحوا ليه رئيس الكهنه في البسطه نفرتي، وقالوا يا ليته ياتي ليشاهد جلالته، مع ان الملك اساسا هو اللي عايز يشوفه، بس لازم التفخيم. فدخل إليه نفرتي وانحنى قائلا يحيى مسالما معافيا. قال له الملك اجلس معي يا نفرتي. فجلس نفرتي وقال نفرتي للملك ماذا تريد مني أن أقص عليك؟ شيئا حدث أو شيئا سيحدث؟ قال له الملك ما حدث أنا أعرف، احكي لي ما سيحدث. طلع نفرتي أدوات الكتابة الخاصة به، ومن هنا هتبدأ قصتنا مع نبوءة نفرتي. بدأ نفرتي قائلا أترى تلك الأرض التي تعبت من أجل الحصول عليها وقمت بتعميرها ستدمرها الجرائم التي ستحدث فيها، ومياه النيل ستجف، ومصر ستتفرق مرة أخرى وهتبقى شمال وجنوب. هيعم الخوف في البلاد والخير سينقطع منها، ولن توجد ولا زراعة ولا صناعة ولا سمك ولا خبز، وهينتشر الخوف والناس لن تستطيع أن تنام. الآسيويون هيسيطروا على كل حاجة، حتى الخبز هيطلب بالدم، الناس هتموت بعضها عشان الاكل، الاب هيتبرأ من ابنه والاخ هيقتل اخوه، والناس هتاكل اي حاجه حتى تستطيع ان تعيش. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. ومعلومة صغيرة كده، إن كل ده حصل بسبب إنهم بعدوا عن المعبود رع، وأوشك يقدموا القرابين ليه. ونكمل. وفي ظل ذهول الملك من كتر الخراب اللي حصل، أكمل نفرتي نبوته وقال ولكن يظهر ملك من الجنوب من نوبية، وهيعيد حكم البلاد ويقدر يجمع البلاد مرة أخرى، وهيرتدي تاج المزدوج، تاج الشمال الأحمر والجنوب الأبيض، وهيرضي المعبودين الشمال والجنوب. وهيخوف الآسيويين ويذبحهم، والحية اللي على تاجه هتحدي ما بين القلوب. مفيش أي آسيوي هيقدر يقرب من مصر تاني، وهيزرع الأرض اللي بارت، وهنرجع الخير تاني لمصر. والقارئ هيصب له الكاس بعد ما يعرف إن كل ده حصل. وفي النهاية بيدور نص النبوة على إنها دعاية سياسية ملكية لتبرير وجود أمير أو النحات الأول حتى يصبح أول ملوك الأسرة 12. والنص ده أصلا ما اتكتبش في عهد الملك سنفرو، ولكن اتكتب في عهد الملك أمنمحات الأول حتى يصبح ملكا على مصر ويثبت شرعية حكمه. وبكده تكون خلصت حكاياتنا النهارده، ونشوفكم في حكايات تانية كتير. سلام.